اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول ما رجعت البيت ودخلت لقيت الصالة فاضية وما فيهاش حد. استغربت جدا لأن شريف في الوقت اللي زي ده بيكون صاحي وبيفطر. قربت من أوضة النوم وفتحت الباب، وهنا كانت الصدمة. شفت اللي لا يمكن عقلي يتخيله أو يصدقه مهما حصل. شفت شريف ومعاه بنت في الأوضة. يعني هي ما طلعتش مجرد محادثات في التليفون، ده وصل بيه الحال كمان إنه يجيبها بيتي. اتصدمت من المنظر وطلعت أجري ورجعت شقة أهلي تاني، وأنا طول الطريق صورتهم في خيالي، مش قادرة استوعب ولا أفهم أي حاجة. دخلت البيت وأنا منهارة من العياط، ما كنتش قادرة أمسك دموعي أبدا. وقتها كانوا كلهم موجودين على السفرة بيفطروا، سارة ويوسف وماما. أول ما شافوني بالمنظر ده اتخضوا وقاموا من مكانهم، وماما قالت لي: مالك يا بنتي؟ فيكي ايه؟ ايه اللي حصل؟ ويوسف جري عليا وقال لي: انتي كويسة يا رنا؟ طمنيني عليكي، بتعيطي ليه؟ بدأت أتكلم من وسط دموعي وأقول لهم على كل اللي شفته. يا بنتي اهدي، أنا مش عارف أفهم منك كلمة. أيوة يا بنتي اهدي بس، ايه اللي حصل؟ شفته يا ماما، شفته في بيتي وفي أوضتي وعلى سريري. أنا متأكدة يا ماما شريف بيخوني يا ماما، صدقوني أنا شفته المرة دي. وبصيت لماما وقلت لها: أنا قلبي بيوجعني قوي يا ماما، أنا مش قادرة أصدق بجد إنه ممكن يعمل فيا كده. أنتي متأكدة؟ أيوة متأكدة. يوسف طلع موبايله واتصل بشريف وسأله: أنت فين؟ شريف قال له: أنا مسافر من 3 أيام شغل مع الشركة بتاعتي، وهرجع بكرة بالليل إن شاء الله. أنت متأكد يا شريف؟ في إيه يا يوسف؟ طبعا متأكد، وتقدر تسأل عندي في الشركة. ماشي، لكن لو ما طلعتش مسافر هيكون اللي جاي مش كويس أبدا. في إيه يا ابني؟ وبتتكلم كده ليه؟ هو في حاجة حصلت؟ رنا كويسة؟ أنا حاولت أكلمها أقول لها إني مسافر لكن ما كانتش بترد عليا. طيب يا شريف، مع السلامة. يوسف ما كدبش خبر وسأل في الشركة وطلعوا فعلا مسافرين. وبعدين بص لرنا وقال لها: انتي شفتي مين يا رنا؟ وازاي؟ الشركة بنفسها بتقول انه مسافر. والله العظيم انا شفته بنفسي. يا حبيبتي افهمي، شركته ايه مصلحتها انها تكذب علينا؟ هم ما يعرفوش بالحوارات دي اصلا، وهم قالوا قدامك انه جوزك مسافر. يبقى في ايه بقى؟ مش عارفة، انا هتجنن بجد. امال انا شفت مين وازاي؟ انا مش قادرة اصدق. وهنا سارة اتكلمت وقالت: مش يمكن فعلا بيتهيألك يا حبيبتي؟ اكيد انتي فاهمة غلط، واضح انها اوهام فعلا يا رنا. استهدي بالله وروحي بيتك وحافظي على جوزك. انا شايف ان سارة معاها حق، وكمان ماما وافقت على كلامها. لكن ازاي؟ انا شفته بعيني، ليه محدش عايز يفهم ولا يستوعب اللي بيحصل؟ لكن قررت اسمع كلامه ورجعت البيت من تاني وانا هتجن. ايه؟ معقول ده كله اوهام؟ دي تاني مرة وبيقولوا انها اوهام. فضلت افكر لكن ما وصلتش لحاجة. فتشت ركن في البيت وما قدرتش اوصل لحاجة ابدا. الشقة فعلا فاضية ونضيفة، بس هي ما كانتش كده من شوية. في حاجة اتغيرت، انا متأكدة. قعدت على الكنبة ومسكت دماغي وانا حاسة فيها بألم رهيب، ما بقتش عارفة افهم اي حاجة ابدا. فضلت طول اليوم افكر لحد ما جه تاني يوم ورجع شريف من السفر. واول ما دخل ولقاني قاعدة قال لي: ياه، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، نورتي بيتك من تاني. انا مبسوط قوي انك رجعتي وبقيتي موجودة. صدقيني يا رنا، انا ما اقدرش اعيش حياتي من غيرك ابدا. حتى بصي جبتلك معايا ايه. فتح شريف شنطته وطلع سلسلة منها وقال لها: بصي جبتها لك زي ما بتحبي، رقيقة وهادية. ها، قوليلي ايه رأيك؟ قدام كلامه ده ما لقيتش اي حاجة اقولها غير: جميلة يا شريف، تسلم ايدك. طب ايه، مش هلبسها لك؟ وبدأ شريف يلبسني السلسلة وانا في دماغي 1000 فكرة وفكرة، مش عارفة اعمل فيهم حاجة. لكن للأسف لازم امشي اموري واقبل بالوضع، لانه ببساطة جدا كلهم شايفين انها اوهام. عدى اسبوع كامل وكانت كل حاجة تمام، لحد ما في يوم قلت لشريف
إني هروح مشوار مع أصحابي وهقعد تقريبا اليوم كله. ماشي يا حبيبتي، تروحي وترجعي بالسلامة. إيه ده؟ بجد؟ موافق بالسهولة دي؟ غريبة، ده ما كانش طبعك يعني. ضحك شريف وقال لها: وبعدين بقى أعمل معاكي إيه؟ أنا مش عايز حاجة يا رنا غير إني أشوفك مبسوطة. عشان كده يا حبيبتي بقولك روحي وانبسطي مع أصحابي. تمام. وبالفعل خرجت مع أصحابي، لكن بعد ساعتين حسيت إن دماغي مصدعة قوي وإني مش قادرة أكمل. عشان كده قلت لهم: معلش يا بنات، اعذروني وكملوا اليوم من غيري، أنا فعلا مش قادرة وتعبانة. مشيت رنا وقررت ترجع البيت، وأول ما وقفت قدام العمارة لاحظت إن عربية شريف واقفة، وقالت لنفسها: يا ترى إزاي العربية دي هنا؟ شريف كان نازل قبل الصبح. وبعد كده رجعت وقالت: يمكن نسي حاجة وجي ياخدها. طلعت شقتها، وأول ما دخلت لقت شريف قاعد مع بنت تانية وبيضحكوا مع بعض. لكن المرة دي بقى وقفت قدام شريف وقالت له: أهي المرة دي مش أوهام يا شريف، أنا شايفاك بعيني وديني ببصلك وأنت بتبصلي. المرة دي اتأكدت من خيانتك ليا. اتكلم يا شريف، ليه عملت كده؟ وهو كان ساكت وما بيردش عليا. قام وقرب مني وحط ايده على كتفي. بعدت عنه وقلت له: اتكلم انت، خلاص انا كشفت حقيقتك. كان هيتكلم، لكن فجأة معرفش ايه اللي حصل، حسيت الدنيا بتلف بيا. وقعت على الارض. عدى وقت معرفش قد ايه، لكن فقت لقيت نفسي نايمة في سريري وموجودة في الشقة لوحدي. جبت الموبايل وبصيت في الساعة ولقيتها 4. حطيت ايدي على دماغي وبحاول افتكر ايه اللي حصل، لكن مش فاكرة اي حاجة. وفجأة سمعت صوت الباب بيخبط، فتحت ولقيت شريف في وشي وقال لي: كويس انك هنا يا حبيبتي، انا نسيت مفتاحي الصبح وما كنتش عارف هدخل ازاي، لكن لما شفت عربيتك تحت اطمنت. شريف، مفاتيحك؟ دماغي. مالك يا رنا؟ اهدي، اقعدي وارتاحي. بدأت اهدى شوية وبدأ يتجمع في ذهني كل اللي حصل، وافتكرت كل حاجة. قمت بسرعة بعصبية من جنبه وقلت له: أنا افتكرت كل حاجة، أنا المرة دي شفتك وواجهتك بعيني. أنت خاين يا شريف، أنا متأكدة. يو بقى يا رنا، هو كل مرة نفس الموضوع؟ أنا تعبت بجد. كم مرة هثبتلك إني بريء؟ كم مرة هثبتلك إني مش عايز في حياتي غيرك؟ أنت ليه مش عايزة تفهمي؟ كداب، كداب، أنا شفتك بعيني. طب لو أثبتلك يا رنا إني كنت طول النهار في الشركة وما خرجتش منها، إيه هيكون رد فعلي؟ ريح نفسك يا شريف، لأنك مش هتعرف تثبت ده. شريف طلع موبايله واتصل برقم وبدأ يتكلم شوية عن الشغل، وبعد كده قال: بس النهاردة كان يوم طويل قوي، لدرجة حتى معرفناش ناخد بريك. رد عليه الطرف التاني وقال له: ده حقيقي، لكن هنعمل ايه؟ الشغل عايز كده، مسحولين من 8 من غير ولا دقيقة راحة. شريف بص لرنا وشاور لها على الموبايل: دليل، ها سمعتي؟ وبعد كده قفل وقال لها: ها صدقتي بقى يا رنا؟ أرجوكي افهمي، وكفاية الأوهام دي، أنا ما بقتش عارف بتجيلك منين. وأنا ساكتة ومش بتكلم أبدا، وهقول ايه أصلا؟ ومفيش أي حاجة تتقال. لكن شريف كمل كلامه وقال لي: هدخل أعمل لك كوباية عصير يا حبيبتي تهديكي شوية. دخل شريف يعمل العصير، وأنا نفسي أفهم إزاي ده بيحصل. بعد شوية خرج بالعصير وفضل جنبي لحد ما شربته كله، وبعدها رحت في النوم مرة تانية. الموضوع بقى يتكرر، وكل مرة شريف يطلع منها ويقول لي إني بتوهم وإن هو معاه حق. كل مرة بطلع فيها أنا اللي غلطانة، وبيطلع منها هو زي الشعرة من العجين. تعبت وما بقتش قادرة أتحمل الوضع ده أبدا. بقيت طول الوقت قلقانة ومتوترة، حاسة إن فيا حاجة غلط. زهقت من نفسي ومن كل حاجة بجد. عشان كده رحت الأهل وقعدت معاهم وقلت لهم: بصوا بقى، سواء بيخوني أو لأ، أنا خلاص ما بقتش عايزاه، ولا بقيت قادرة أعيش العيشة دي. أنا زهقت وجبت آخري وعايزة أتطلق. يا بنتي بلاش جنان، تخربي بيتك من غير سبب. خراب البيوت مش سهل يا بنتي، ومش هين زي ما انتي فاكرة. انتي لسه صغيرة وما ينفعش تضيعي نفسك وحياتك
عشان شوية أوهام. فوقي وعقلي شوية يا رنا. دموعي نزلت وفضلت أعيط وأقول لهم ليه محدش عايز يفهمني ويحس بيا؟ أنا تعبت والله، تعبت. قرب مني يوسف وحضني وقال لي أنا عارف يا حبيبتي إن اللي انت فيه ده صعب، لكن ماما معاها حق، خراب البيوت مش سهل أبدا. عشان كده عايزك تهدي، وإن شاء الله كل اللي انت فيه ده هيخلص. ما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أقول إيه. أوقات كنت بحس إني مجنونة فعلا، وإنهم معاهم حق، وإن أنا اللي غلطانة. عشان كده قررت أسمع كلامهم ورجعت بيتي، وقررت أخلي حياتي تمشي زي ما هي لحد ما أشوف هيحصل فيها إيه. لحد ما في يوم رحت أشتري طلبات، وأنا راجعة لقيت اللي لا يمكن بني آدم يتخيله أبدا. لما دخلت البيت سمعت صوت، استغربت جدا، يا ترى جاي منين؟ وأنا اللي أعرفه إن شريف مش في البيت. بعدها قلت لنفسي اهدي يا رنا، أكيد دي تهيؤات والموضوع هيخلص على كده. دخلت البيت وبدأت أقرب من مصدر الصوت لحد ما شفت الصدمة، والمرة دي بقى أنا متأكدة إنها مش تهيؤات، أنا في وعي وصاحية تماما. كان شريف، والمرة دي مين معاه؟ سارة مرات يوسف. أنا مش مصدقة نفسي، أنا متأكدة من اللي أنا شايفاه، ده مش جنان، ده حقيقي، هما قدامي. صرخت وطلعت أجري، وقلت لازم أحذر يوسف من مراته وأحكي له على كل اللي شفته. رحت على بيت أهلي بسرعة عشان ألحقهم قبل ما سارة ترجع على البيت ويرجعوا يقولوا إن دي تهيؤات. دخلت البيت، وأول ما دخلت سألت ماما فين يوسف؟ قالت لي فوق يا بنتي، في الجناح بتاعه مع مراته. سارة مش فوق يا ماما، سارة مش موجودة، أنا لازم أشوف يوسف بسرعة، لازم. جريت بسرعة وخبطت على الباب، وهنا كانت صدمتي. اللي فتح لي الباب كانت سارة. ايه يا رنا يا حبيبتي، مالك؟ في ايه؟ وبتخبطي بالطريقة دي ليه؟ بقى جوه دماغي ألف سؤال وسؤال. طب ازاي ده حصل؟ طب ازاي رجعت بالسرعة دي؟ بدأت انده على يوسف، جه على صوتي العالي وقال لي خير يا حبيبتي، مالك؟ ايه اللي حصل؟ بدأت احكي له على اللي حصل واللي شفته بعيني، وقلت له المرة دي لازم تصدقني يا يوسف، انا متأكدة من كل اللي شفته، وانت لازم تثق في كلامي. يوسف كان بيسمع كلامي وهو مستغرب ومصدوم من اللي بيسمعه، ومش قادر يصدق ابدا. وفجأة لقيت سارة بدأت تعيط وتقولي لا، كده كتير قوي يا رنا، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انا لا يمكن اعمل كده ابدا، حرام عليكي، ليه عايزة تدمري بيتي وحياتي؟ انا اذيتك في ايه؟ انا عمري ما زعلتك ابدا، ليه يا رنا كده؟ صدقني يا يوسف، انا بحبك ويستحيل اعمل كده. كفاية بقى يا رنا، كفاية، انتي اللي كفاية، انا شفتكم بعيني، حد يصدقني، انا مش مجنونة. بعدها ظهر شريف وقال لي انتي فين يا حبيبتي؟ رحت البيت ما لقيتكيش وما قلتيش انك خارجة، انتوا عايزين تجننوني؟ حرام عليكم، انا متأكدة من اللي شفته، انتوا الاتنين بتخونونا. وبصيت ليوسف وقلت له لازم تصدقني يا يوسف، انا بقول الحقيقة، انا مش بكذب، ارجوك صدقني. في ايه يا رنا؟ انا مش فاهم حاجة. سارة بصت لشريف وقالت له الحق يا شريف، وبدأت تحكي له على كل اللي حصل. لا بقى يا رنا، كده كتير، ذنبها ايه مرات اخوكي تقولي عليها كده؟ انت كده زودتيها قوي ولازم تتعالجي. بعد اذنك يا يوسف، انا شايف انها لازم تدخل مصحة نفسية تتعالج من كل ده. فضلت اصرخ وعيط واقول لهم كفاية بقى، حرام عليكم، انا مش مجنونة، والله مش مجنونة. يوسف بصلي بحزن وقال لي انا اسف يا رنا، لكن انا مضطر اعمل كده، ولازم تدخلي المصحة عشان تهدي وترجعي لينا زي الاول، لان اللي بتقوليه ده لا يمكن حد يصدقه ابدا. يا يوسف عشان خاطري صدقني، طب اسأل مراتك كانت فين من اقل من ساعة، اسألها يلا ووريني. سارة وهي لسه بتعيط حرام عليك يا رنا، انا عملتلك ايه عشان تعملي كده؟ شفتي مني ايه يخليكي تتهميني اتهام غريب زي ده؟ حرام عليكي بجد. سارة خرجت فعلا يا رنا، لكن جابت شوية طلبات ورجعت على طول، وما اتأخرتش بره ابدا، واكيد ما لحقتش تعمل كل اللي انتي بتقولي عليه ده. هما معاهم حق،
انت محتاجة تتعالجي. وبالفعل يوسف خدني المصحة وسط عياطي وصريخي: أنا مش عايزة أروح، أنا مش عايزة أروح. لكنهم كتفوني بالعافية وودوني على هناك. ولما الدكتور شافني ولقى حالتي بالمنظر ده اقتنع بكلامه ودخلت المصحة فعلا. فضلت في المصحة شهر كامل، شهر بتعذب فيه بحاول أثبت للكل الحقيقة اللي محدش مصدقها. جت أمي تزورني، بكيت في حضنها وقلت لها: صدقيني يا ماما، أنا مش مجنونة ومتأكدة من كل اللي بقوله، أرجوكي ساعديني وخلي يوسف يصدقني. حاضر يا رنا، إن شاء الله هنلاقي حل وتخرجي من هنا على خير. انتي مصدقاني يا ماما مش كده؟ قوليلي انك واثقة فيا وفي كلامي. مش عارفة يا بنتي، مش عارفة أقولك ايه والله، بس أيا كان أنا مش هسيبك هنا أبدا. أنا قلبي بيتقطع عليكي وانتي موجودة هنا، وما أقدرش أسيبك كده مهما حصل. عشان خاطري يا ماما صدقيني وخرجيني من هنا. مشيت ماما وعلى وعد إنها هتتصرف وتخرجني من هنا ومش هتسيبني في المكان ده أبدا. رجعت أمي البيت وأنا صعبانة عليها جدا. ولما رجع يوسف أخويا عدى عليها كعادته، وأول ما دخل لقاها قاعدة بتعيط. سألها: مالك يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ بقى عاجبك رمية أختك في المستشفى كده؟ أنا مش مصدقة إنك عملت فيها كده. معقول يا يوسف رنا اللي عقلها يوزن بلد تقول عليها مجنونة؟ أنا مش قادرة أصدق إن أختك كده. عشان خاطري يا ابني شوف أختك واسمع لها، يمكن هي معاها حق. حاضر يا أمي، عن إذنك أنا طالع شقتي. طلع يوسف على بيته ودخل أوضته وهو حاسس إنه متضايق من نفسه. إزاي يعمل كده في أخته اللي ملوش غيرها؟ بقى دي وصية والده ليه، بقى دي الأمانة اللي هيحافظ عليها. وبدأ يفتكر أيامهم مع بعض وهم صغيرين وهزارهم اللي كان طول الوقت. افتكر لما كانت بتقعد تشرح له حاجات وهي أصغر منه أساسا، ويقعد يقول لها: يا قرده انت اسكتي، هو انت فاهمة حاجة؟ يا ابني العقل مش بالسن، وانا عقلي كبير قوي، افهم انت بس اللي بقوله، محدش هيساعدك تنجح غيري انا. يا سلام يا اختي، طب يلا بقى وريني. يوسف فاق من ذكرياته وحس ان اخته وحشته وانه مش عايز يعمل فيها كده. حس انه عايز يسمع لها ويشوفها، لكن في نفس الوقت عايزها تبقى كويسة وبخير. نزل لأمه تاني وقال لها انه عايز يشوفها وعايز يروح لها ويطمن عليها ويسمعها. مامته فرحت جدا وقالت له: بكرة الصبح نروح عندها. وفعلا تاني يوم الصبح قاموا وراحوا لها. ورنا أول ما شافت يوسف قربت منه وحضنته وقالت له: انت وحشتني قوي يا يوسف، معقولة هونت عليك؟ أنا آسف يا رنا بجد، آسف، أرجوكي سامحيني. صدقني يا يوسف أنا متأكدة من كل اللي بقوله وعندي استعداد أثبت لك كل حاجة. طب وهتثبتي إزاي؟ أنا هقولك. هتاخد مفتاح شقتي هو معايا وهتروح هناك وتركب كاميرات اللي بتكون صغيرة جدا، وأنا كمان هحدد لك أماكن الكاميرات دي عشان محدش يلاحظها، ووقتها بس هتقدر تتأكد. ماشي يا رنا، رغم إني عارف إن ده مش صح، بس أنا موافق وهعمل اللي طلبتيه. وبالفعل يوسف راح وركب الكاميرات وما كانش شريف موجود. وبعد كده وصلها باللابتوب بتاعه وقرر يتابع ويشوف ايه اللي بيحصل. أول يومين عدوا من غير أي حاجة مريبة، لكن في اليوم الثالث حصلت الكارثة. يوسف فجأة شاف مراته وهي داخلة الشقة. أيوة، هي مراته سارة بشحمها ولحمها. ما كانش مصدق اللي شايفه، لكن كان لازم يكمل الفيديو للآخر. قعدت سارة مع شريف وسمعهم وهما بيتكلموا، وكانت سارة بتقوله: وحشتني قوي يا شريف، امتى نخلص ونكون سوا بقى؟ هانت يا حبيبتي وهنخلص منه، بس أنا عايزك تركزي وتحطي له الدواء عشان نخلص منه زي أخته. انت عبقري يا شريف، وفكرة دواء الهلاوس ده تجنن وسهلت علينا الخطة. ما تقلقش، أنا بدأت أحط له في العصير وقريب جدا هنسمع خبر زي الفل ونقدر نكوش على كل حاجة ونتجوز بقى ونقب على وش الدنيا يا جميل. يوسف كان مصدوم من اللي بيسمعه وما كانش مصدق إنه ممكن يطلع منهم ده كله. راح المصحة بسرعة وفرج أخته على الفيديو بعد ما حفظ منه نسخة على الموبايل،
وقال لها أنا آسف لأني كدبتك، انت طلع معاكي حق. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نجيب حقنا منهم. أنا هبلغ عنهم وأوديهم في داهية. الحمد لله إننا ما عندناش منهم أولاد. وفعلا يوسف راح اسم الشرطة وبلغ عنهم وقدم الفيديو كدليل عليهم واتقبض عليهم، وما كانوش محتاجين اعتراف. الفيديو كان بيثبت كل حاجة. وبعد كده أنا خرجت من المصحة ورجعت لحياتي الطبيعية بعد ما اتطلقت أنا وشريف ويوسف طلق سارة. أنا خرجت من المصحة وأنا بحاول أنسى التجربة القاسية اللي أنا عشتها، بحاول أتعافى من كل اللي عملوه فيا. وعرفت من الدكتور إني طالما بطلت الدواء ده مع الوقت هرجع لطبيعتي من تاني وهترجع كل حاجة زي ما كانت. لكن شريف ساب جوايا خوف وقلق، ما بقيتش أقدر أثق في حد أبدا ولا أطمن لحد مهما حصل. عدى شهر كامل وأنا حابسة نفسي في أوضتي، مش عايزة أخرج منها أبدا ومش عايزة أشوف حد ولا أتعامل مع حد، لحد ما يوسف قال لي أنا عارف يا رنا إن اللي عديتي بيه مش سهل أبدا، لكن وبعدين مش هنفضل عايشين في التجربة دي كتير، مش هنسيبها تأثر على حياتنا اللي فاتت وحياتنا اللي جاية كمان. إحنا لازم ننسى ونعيش ونكمل حياتنا ونحاول من تاني. أنا عارفة إن أنت معاك حق يا يوسف، لكن أنا مش قادرة، وكمان بقيت خايفة أخرج، خايفة أقابل حد أو أتكلم مع حد. أنت ما ينفعش تسيبي نفسك كده أبدا. إيه رأيك تعملي حاجات جديدة تحاولي تنسي بيها الماضي؟ هعمل إيه يعني؟ تشتغلي. أنا عارف إنك مجربتيش قبل كده، لكن إيه رأيك تجربي؟ هتخسري إيه يعني؟ ومين هيقبل يشغلني وأنا ما عنديش خبرة ومتخرجة من سنين طويلة؟ يوسف قرب منها وضربها على دماغها بالراحة وقال لها أنا كنت عارف إنك ذكية بس مش للدرجة دي يعني. أنت نسيتي يا بنتي إن عندنا شركة ولا إيه؟ هو أنت بتتكلم بجد يا يوسف؟ وأنا هنزل أعمل إيه في الشركة عندنا؟ هتنزلي تعملي اللي كل الموظفين بيعملوه يا حبيبتي، هتشتغلي. لا أنا مش هعرف، أنا خايفة أضيع الشركة، خايفة أوديها في داهية. كبرتي الموضوع يا حبيبتي والله، ما تقلقيش، أنا واثقة إنك هتتعلمي كل حاجة، لكن أنا مش هقدر أعلمك بنفسي لأني ما بعلمش الموظفين الصغيرين اللي زيك، لكن أوعدك إن هجيبلك حد يعلمك كل حاجة ويعرفك كل حاجة عن الشغل. أنا حاسة إني مش هقدر أعمل ده. أنا واثق فيكي وعارف إنك هتقدري، أنت بس حاولي ومش هتخسري حاجة أبدا. ها إيه رأيك؟ رنا فضلت ساكتة شوية وبعدين وافقت. أنا هجرب، لكن ماليش دعوة بقى لو رحنا كلنا في داهية. لا ما تخافيش يا ستي، إن شاء الله مش هيحصل ده أبدا. ربنا يستر يا يوسف. يبقى اتفقنا، هتنزلي معايا من بكرة. بكرة إيه؟ لا اديني أسبوع كده أجهز نفسي. بتهزري؟ مفيش أسبوع، هو بكرة. قرار تعيينك صدر خلاص ومفيش رجوع للأسف. وبالفعل تاني يوم راحت رنا الشركة مع يوسف، وهناك يوسف عرفها على ليلى وقال لها إن هي من أكفأ الموظفين اللي هتعرفها على كل حاجة عن الشغل، وطلب من ليلى كمان إن هي تعرف رنا على المكتب بتاعها. رنا قالت له إيه ده؟ هو أنا هيكون عندي مكتب؟ أكيد طبعا يا حبيبتي، ولا إيه رأيك نفرش لك قدام الشركة وتشتغلي من هناك؟ تصدق فكرة حلوة، على الأقل هبقى قاعدة في الطراوة. خفة دمك دي مش معقولة أبدا يا حبيبتي. يلا يا ليلى خديها على مكتبها، وعايزها تعرف كل حاجة عن الشغل في أقرب وقت. دخلت رنا المكتب، وأول ما دخلت حست بفرحة جواها. بعد كده قعدت ليلى قدامها وبدأوا يتكلموا عن الشغل. فضلت ليلى تكلمها عن حاجات كتيرة في الشغل لمدة 3 ساعات كاملة، لحد ما وقفتها رنا وقالت لها أنا تعبت قوي، هو أنتوا بتعاملوا كل الموظفين كده؟ أنا خلاص ما بقتش قادرة. أنا بس يا فندم بحاول أعرفك كل أساسيات الشغل. أولا كده ما تقوليش يا فندم، قوليلي يا رنا عادي. تاني حاجة، هو أنت كل ده بتقولي الأساسيات بس؟ لا أنا تعبت قوي، هروح وأبقى أجيلك بكرة إن شاء الله. وقامت رنا وراحت عند يوسف المكتب وقالت له إن هي مروحة، ويوسف عشان ما يضغطش عليها وافق على طول. ومن بعدها بدأت تروح رنا الشركة كل يوم، وكل يوم كانت بتتعلم حاجة جديدة عن الشغل، لحد ما تقريبا عدى شهر كامل وبقت رنا شبه عارفة هي بتعمل ايه في الشغل بالظبط.
وبدأت كمان تشتغل لوحدها من غير مساعدة ليلى. وفضل الحال على كده، يوسف بيحاول ينسى اللي فات، ورنا بتحاول تنسى اللي فات، وكل واحد فيهم بيعمل اللي عليه عشان يخرج من التجربة اللي دخل فيها دي. لحد ما عدى 4 شهور كمان، بقت رنا فيهم عارفة كل حاجة عن الشغل، وبقت بتعرف تشتغل كويس جدا، وغالبا نسيت شريف ونسيت اللي عمله معاها، أو على الأقل بقت قادرة تعيش من غير ما تفكر فيه زي الأول. ونفس الكلام كان بالنسبة ليوسف، وكل واحد فيهم اتعلم من الماضي، ومهما حصل عمره ما هيرجع تاني أبدا. شريف أذاني نفسيا، لكن مع الوقت هكون أحسن. عايزة أقول لكم بلاش تدوا الثقة الزيادة لحد، الدنيا ما بقتش أمان وبقى فيها كتير قوي، ولو حد قالك حاجة اسمعه للنهاية وتأكد من كلامه وشوف هو صح ولا غلط.